يلا بينا نصلي على النبي ونشوف عملنا جيلي المانجا الجميل ده ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. شايفين القوام بتاعه؟ ولو تسيب في الفريزر اكتر من كده هيبقى اجمل من كده. كل ما تسيبيه كل ما بيبقى جامد. يلا بينا بقى نشوف المكونات بتاعته عملناها ازاي. هنا جبنا واحدة جيلي. طبعا احنا عايزين جيلي بالمانجا. انا ما لقيتش مانجا فجبت خوخ، بس احسن حاجة ان انتوا تجيبوا جيلي بالمانجا عشان يبقى طعمه مانجا بالظبط. كوباية مية سخنة وكوباية مية عادية خالص. وجبنا نص بولة مانجا، زي نص مانجاية كبيرة كده علشان تخلي طعم الجيلي مانجا. طبعا انا عايزة الجيلي فيه قطع. انا لو عايزاه مفيهوش قطع هعمله في الخلاط. حطينا زي ما انتوا شايفين كده المانجا الاول. الوصفة دي جميلة، النور قاطع مش قاطع هتبقى حاجة حلوة قوي، هتعرفي برضو تحلي بيها. حطينا المية السخنة كده نصها، وهنبدأ بقى نضربها في الكبة لما نحس اللي هي بقت ولا عصير ولا مفرومة قوي. وهنقعد نضرب فيها كده ضربة ورا التانية زي ما انتوا شايفين اللي انا هعمله دلوقتي اهو. بصوا فيها زي عارفين قطع الزبادو كده، هي عاملة زي كده. وبعد كده بقى هنكون بنفتح في الكيس بتاع الجيلي. هنفتح كيس الجيلي ونفضي المحتويات بتاعته زي ما انتوا شايفين. يا ريت يا بنات لو اول مره تشوفوني ما تنسوش لايك واشتراك في القناه بتاعتي عشان تكبر بيكم وليكم. وعايزه افكركم ان انا منزله مشروع فراخ بيضه مربح جدا وجميل جدا، يا ريت تتفرجوا عليه وتقولوا ايه رايكم. هنا بقى هنخلط كتير بقى علشان نخلي كله يتجانس مع بعضه. وبعدين هنجيبه في بولة كبيرة زي دي ومضرب يدوي، وهنقعد نضرب علشان لو في اي حبيبات او اي تكتلات تروح. وطبعا جه ميعاد اللي احنا نحط السكر. هتحطوا سكر حسب الرغبة، مش عايزين تحطوا سكر خالص مش هتحطوا، عايزين تحطوا سكر هتحطوا. دي الكوباية الباردة اللي هي كانت مفروض كوباية سخنة وكوباية باردة. وده السكر، وهنقعد نقلب كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما هنقلب كله هنحطه في بلاستيكة او بولة في التلاجة، ولو مستعجلين عليه قوي هنحطه في الفريزر. لو مستعجلين قوي هنحطه في الفريزر. بعد ما هيطلع من الفريزر هنصبه في كاسات. ولو عايزين نحط عليه قطع مانجا هنحط قطع مانجا. ولو عايزين نقدمه كده هنقدمه كده في كوباية او في كاس شكله شيك وكويس. ما تنسوش يا بنات لو اول مرة تشوفوني لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي علشان تكبر بيكم وليكم. وصلوا على النبي في الكومنتات. والنتيجة هتبان زي ما انتوا شايفينها اهي، نتيجة الجيلي. طبعا الكاميرا بتعلق بس مني شوية، بس النتيجة هتبان دلوقتي حالا وهتشوفوها. يا رب تعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي. اهي النتيجة زي ما انتوا شايفينها، هي النتيجة اللي ظهرت في اول الفيديو. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وبألف هنا وشفا. اتمنى تكون الوصفة بسيطة وسهلة وعجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.